السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة معانا أرنبة بابي ونهاية والدة. هنشوف طبعا ولادها وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. ممكن ان احنا طبعا نعمل تبني من اي ام تانية لو كانت الارانب ديت الخلفة دي عددها قليل، نجيب هنا أرانب أو نودي أرانب من هناك زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو كده. وهنشوف مع بعض واحنا بنشوف الأرانب هنعمل ايه في العش وهنظبط ايه عند الأرنبة ديت. قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة، يا ريت اللي بيتفرج على الفيديو يعمل لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. أول حاجة يا جماعة بنسد مع بعض على الأرنبة بالأبلكاشة ديت زي ما أنا حطيتها كده، ونشوف الأرانب ايه بسم الله ما شاء الله مع بعض. أول حاجة يا جماعة في العش ده، طبعا الحاجة ديت ممكن احنا صورنا فيديوهين قبل كده لولادة أرانب ما شفناش المنظر ده. فيه دم اهو في العش يا جماعة. القش اللي عليه دم ده لازم ان احنا طبعا نغيره. انا بجيب هجيب المقص واقص القش ده كده دلوقتي من هنا ومن هنا، بحيث ان انا لو شديت القش ده هيتشد كله من تحت الأرانب. فعشان ما بوصل العش كله، هم حبة هم اللي عليهم دم بس هشيلهم، لان الدم ده يا جماعة هيعمل مع الوقت طبعا لما اسيبه هيعمل بكتيريا في العش وهيعمل ريحة وحشة، وهيبدأ ان هو يعمل مشاكل للأرانب. هنشوف اهو بسم الله ما شاء الله يا جماعة الأرنبة والدة أرانب كويسين اهم بسم الله ما شاء الله، شكلهم عدد كويس ونتفة برضو شعر عليهم كويس اهو. هناخد شوية من الشعر ده كده نحطهم في العلبة دي. زي ما قلنا يا جماعة لازم الحاجة اللي احنا هنعد فيها الأرانب أو هنطلع فيها الأرانب تكون دافية. ما نجيبش حاجة ساقعة أو حاجة في تكون مش مفروشة ونحط فيها الأرانب، لأن الأرانب هتسقح طبعا واحنا بنطلعها. هنشوف اهو بسم الله ما شاء الله مع بعض. هنبدأ نعد أحجام كويسة اهي بسم الله ما شاء الله يا جماعة. ده واحد، اتنين، تلاتة، كده تلاتة هم يا جماعة. يا ريت اللي بيتفرج على الفيديو يا جماعة يعمل لايك للفيديو، ما يبخلش علينا باللايك عشان الفيديو ينتشر ويوصل لأكتر عدد ممكن من الناس. أربعة كده هم، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، كده تسعة. وبندور طبعا في العش مفيش أي حاجة تانية، مفيش غير هما شوية الدم دولت. زي ما قلنا هجصهم دلوقتي بالمقص عشان طبعا ما نشيلش العش كله، عشان نسيبه زي ما الأرنبة عاملاه. وبنبص عند الأرنبة برضو يا جماعة بنشوف لو في أي أرنب ميت أو أي حاجة برضو بنطلعها، عشان طبعا ما يعملش مشاكل هنا عند الأرنبة. فطالما الدنيا كويسة بنحط الأرانب طبعا مع بعض تاني. تسع أرانب هم يا جماعة بسم الله ما شاء الله، حجم واحد وشكل واحد برضو طبعا بسم الله ما شاء الله يا جماعة. هنبدأ إن إحنا طبعا نحط الأرانب ديت بالطريقة اللي إحنا قلنا عليها قبل كده. هنحط هنقلب العلبة بيهم كده أهو. طبعا شوية الشعر اللي إحنا حاطينهم كنا حاطينهم في العلبة بقوا فوق الأرانب. هنبدأ إن إحنا طبعا نحطهم زي ما هو كده. طبعا قبل ما نبدأ بعد ما أقفل الفيديو يا جماعة هقص شوية القش دول برضو زي ما قلت لكم، عشان الدم ده طبعا نطلعه. لازم ان احنا نطلع الدم ده، لو شفته في العش عندك لازم ان انت تطلع الفرشه اللي عليها دم او القش اللي عليه دم. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.